يلبي لك طلبك؟ نعم. شو تحبين تسمعين من عندي؟ والله بصراحة أنا أول مرة أتفرج برنامج ذا فويس وأتابعك. صار لي أكثر من 20 سنة خارج العراق وما أسمع غير عبد الحليم حافظ بالسيارة تحبين عبد الحليم؟ واندمج وياه. بدها تسمع منك عبد الحليم. هيدا كان طيب طلب تكرم واضح. عينك يا ندى، اكيد سيمور رح يلبي لك طلبك خلال الحلقه. مشكوره على الاتصال وخليكي معنا للاخر اكيد. سيمور، يعني طبعا كانت ندى انت وعم تسالك جاوبت عن السوشيال ميديا. بدنا نفتح شوي يعني طبعا هالحديث عن السوشيال ميديا، قد ايه عم بيكون عنده اهميه عند الفنان، وقد ايه هالجيش السيمور اللي حكيوا عنه انه كلهم وراك عم بيدعموك، انت بتحبهم وبتبادلهم عبر السوشيال ميديا، يعني من تويتر لفيسبوك لانستغرام. نعم، محبتي لجيش السيموري لا توصف، وكل الناس يعني اللي حتى اللي ما دعموني، يعني ما عندي مشكله ويا احد، يعني كلهم احبهم. السوشيال ميديا جدا ضروري للفنان، مهمه جدا، مهم جدا هالوقت هذا، لانه تعرفين مثل ما تشوفين اكو جاليات مثلا عربيه بالخارج، يمكن التلفزيون انت مثلا عندك مثلا لقاء على قناه معينه صح، وما تطلع عندهم بالخارج، فيشوفوها صح. مثلا ابسط شيء، يعني هاي ابسط شغله احكي لك اياها، انه يشوفوها عن طريق السوشيال ميديا. صح. يشوفون عبر الانترنت، عبر اليوتيوب طبعا. يعني ممكن يلاقوا هاللقاء، اكيد يعرفوا اخبارنا، يعرفوا اخبار المطرب اللي يحبوه مثلا وين حاليا، شو وقت راح يسوي حفله، فصار جدا مهم هذا الوقت يعني. صحيح. سيمور، ريتا حرب زميلتنا هلا وصلتنا خبر انه على تويتر خاربين الدنيا، يعني الجيش السيموري عن جد بيسلموا عليك كثير، والف تحيه منهم لإلك، وحابين يسمعوا منك موال عراقي، وكمان بيطالبوا بغنيه بالتركي. ما يخالف. اوكي، سوجه تحيه للجيش السيموري. اوه كثير منيح. كثير منيح. انا سمعته بالتركي. انك تغني تركي عم نقول. راح اغني بالتركي. تريدين موال؟ راح اغني موال. خلينا ناخذ في اتصال من تورونتو. عادل من تورونتو، هذا صديق البرنامج، وبنرجع بنسمع منك الاغنيه العراقيه. هاي عادل. هاي ديانا، هاي دمار. هاي كيفك؟ مشتاقين لك يا عادل. ربنا يخليكم. اوكي، اولا مبدئيا في اللي هم اسمين بقى الدلع، وبعد كده هم يعني مطروقين للنقاش. اوكي ممكن مش تحبوهم قوي، بس مطروقين للنقاش، وممكن بعد كده تحبوهم لما حبيتوهم في خلال اسبوعين يتغيروا. اوكي. دودي وتوته. توتي وتوته. دودي وتوته. انا دودي حبيت، انا مشي حالي بدودي. انا اللي انتم بتقولوه انا ما عندي مشكله فيه. انا مشي حالي بدودي. اوكي خلاص يا عادل. ميرسي. توته. عاش حبيتي توته؟ حبيت، انا كل شيء بيطلع منهم بحبه، خاصه عادل يعني. عادل، عندك شي سؤال لسيمور؟ بس مطلوبين للنقاش. اوكي. اولا طبعا عايز احيي طبعا تحيه كبيره قوي للفنان سيمور طبعا. شكرا، تسلم. واقول له ان هو كان يعني في ذا بويز، الله يخليك، بالقات والرباط. شكرا. هتقولي انت القات والرباط ده، هو هيقول لكم القات والرباط. القات والرباط يعني البدله، هذا العراقي يسموه قاط. القات والرباط. اوكي. يعني هلا بتشرح لنا اياها مضبوط. هاي كثيره، هاي بدك سنين يلا تعلميها، كثيره هاي اللهجات. اوكي يا عادل، كمان شو حابب تساله لسيمور؟ لا، بالقات والرباط فعلا كان بجد هيئته جميله قوي على المسرح، وبيسبق له القات والرباط بجد جدا. مش عايز اسال اي حاجه. اوكي. ربنا يخليك يا رب. اوكي شكرا. بس يعني الاغنيه اللي انت. نعم. ايه كفي يا عادل. قولي. اوكي. لا، اي اغنيه من سمور هتبقى حلوه، واللي هو بيقول عليه حلو. كان سامع بيقول الاخت من استراليا على عبد الحليم. قال عبد الحليم حلو برضه. صح. لا، براحته هو راح اغني لك. لا كل شيء منه حلو. اوكي يا عادل، شكرا على اتصالك يا عادل. عادل صديق البرنامج، يعني فعلا بتابعنا كل يوم يوميا، ما بقفي ولا حلقه من عيون بيروت، يعني نشط. وراح نتابع مع الاتصالات، وهالمره من نيو جيرسي معنا صديقنا جاك. هاي يا جاك. هاي ديانا. هاي جاك، كيفك؟ مشتاقين لك. وانا اشتقت لكم كثير بهالاسبوعين الماضيين. اي والله.
الو جاك. كيف؟ انا سامعكم. انت سمعنا؟ يا نحن اللي راح صوتك من عنا. انت سمعنا بس. انا موافق على هالاسماء اللي عطاها لكم عدوله مش الحال. طب الحمد لله. دودي مش الحال، انا حبيت دودي. انا في مره كتبت لليان على الفيسبوك، يعني لما عملتوا الصوره ديانا وانت وليان بروفيل، فكتبت ليلو وديدو. ديدو. بس شو رايك؟ كل واحد بيحكي كيف ما بده يعني، وانتم بدكم بتختاروا يعني مثل ما تحبوا يعني. اوكي. الله يخليك. اوكي، انا تحيه لعادل حبيب قلبي وكل اصدقائنا آية ونوران، وتحيه للفنان سيمور. تحياتي لك. فرصه حلوه نتعرف عليه بعيون بيروت. انا بحب فيروز مثل ما الكل بيعرف، انا بحب فيروز، فبدي غنيه لفيروز على ذوقك بهديكم اياها وبهديها لكل بعيون بيروت ان شاء الله. اوكي يا جاك. أوكي. مشكور على الاتصال يا صديقنا، وان شاء الله اكيد رح نسمع فيروز. ولا عبد الحليم؟ فيروز منك. هلا الحلقه اللي بدك طويلة. على ذوقك يعني، من مصر والى لبنان. سمعكم عبد الحليم اول شيء ولا موال عراقي ولا اللي بدك اياه. سمعكم موال عراقي. اوكي. يعني. يا ريت عمري ما هويت رخصت دمعي وعلى فراقك بجيت، يا ريت ما حبيت. لا تظن دوم ابقى احبك، اني منك مليت يوم تزعل ويوم ترضى، شنو طبعك ما دريت. وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، والليل يقرب والنهار رواح، ولقاكم حبيبي سلموا لي علي، ولقاكم حبيبي سلموا لي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، سواح وانا ماشي ليالي سواح
ولا داري بحالي سوا، ايه اللي جرالي سوا بالفرقة يا غالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح بالفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح بالفرقة يا غالي. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. ميرسي لك سيمور. ميرسي لكم. ومتابعين معكم بهالجلسة اللي كلها طرب وحب وكلها مليئة بالأغاني ولا أروع من هيك. الله يخليك. بدنا نقول لك يسلم هالصوت. شكرا لك، تسلمين. يعني كلنا يسلم هالإيدين. يعني كنت عم بتقول إنك عندك محاولة تعلم على لا البيانو. مو محاولة. أنا شفتك شبوبة. لا مو محاولة. لا هو مو بروفيشنال بالبيانو. ايه بس بعزف بيانو. لا يعني بتعزف كثير منيح. ما بعرف نظرك انت، بس انا نظري مو بروفيشنال. لا بالنسبه للمشاهدين وبالنسبه يمكن لشخص ما بيتقن عزف نعم. البيانو يعني جريت. يخليك. بعمل لك لايك. لايك اعملي احساس جميل. بعد بيحمل البيج تبعك انه نحن ننضم لك ولا طبعا اكيد او فولت؟ لا اكيد يعني سيمور شرفوني. انت بتتابعه شخصيا للبيج وانت يعني انتو سوشيال ميديا ولا في حدا بيهتم يعني؟ التويتر والانستغرام انا شخصيا اتابعه. البيج انا اتابعه مرات ومرات الادمن اللي انا حاطه. اوكي اوكي. اجمالا شو عندهم حشريه الفانز يعرفوا منك؟ شو بيسالوك؟ شو بيقولوا لك؟ انه عندك حب اهم شيء هو اللي دائما هالاسئله. اسئله الغرام. في حب؟ في لا حب؟ حاليا لا ما في حب. انا في لقاء من اللقاءات قلت انه عندي مشروع حب، على اساس قلت لهم حتى اشوف رده فعلهم. رده فعل السيموريات. سيموريات طبعا. الله يزيدهم يا سيمور. حاليا لا ما عندي اي حب. وبالنسبه ومش حابب قال حاليا لانه انا مشغول بالاعمال، مشغول بالفن يعني. بالحديث عن الاعمال والفن، يعني قبل سالتك انه في اغنيتك الجديده يلي هي من الحانك، ممكن يعني في تحضير الى البوم او بس سينجل؟ حاليا ما دا افكر بالبوم يعني بالفتره الحاليه، حتى يعني المستقبل القريب ما راح افكر بالالبوم. اوكي. افكر انه بالاغاني السنجل، لانه الوقت حاليا هسه وقت السنجل. هيك بده هيك بده يعني هيك أزبط. يعني كمان عم بتفكر يمكن تصور لها فيديو كليب لهالأغنية؟ أكيد إن شاء الله أصورها وتشوفوها بالتلفزيون وتعجبكم. هلا الأغنية رح تنزل قلت لنا قريبا جدا، والكليب قررت مين رح يكون المخرج أو المخرجة ولا بعده المشروع بعيد؟ حاليا لا ما قررت يعني لحد الآن، بس اقرر يعني اشوف الشخص المناسب لموضوع الاغنيه، يعني المخرج المناسب، وان شاء الله. في حدا مثلا يمكن هيك على راسك من المخرجين اللبنانيين، كونهم يعني كلهم بالفيديو كليبات شاطرين يعني فينا نعتبر؟ نعم طبعا الصراحه هم كلهم مبدعين وكلهم حلوين، بس ما اقدر انطيك اسامي يعني لانه كلهم مبدعين كلهم عندهم اعمال قويه يعني صح. بالساحه الفنيه طبعا. يمكن بالحديث عن الانتاج سيمور، هل ممكن تنضم الى شركه انتاج قريبا مثل المولى برودكشن، مثل الفنان التونسي صابر الرباعي؟ شوفي بالنسبه لشركات الانتاج انا ما عندي مشكله مع شركات الانتاج، بس المشكله انه ما اقدر اقيد نفسي يعني بشركه انتاج، لانه أنا طبعي يعني أحب أكون دائما حر، يعني أكون ماخذ حريتي، يعني أقدر هالفترة أنزل أغنية ما أنزل يعني على بتحس إنه رح يتحكموا فيك أكثر يمكن هن؟ نعم؟ بتحس إنه رح يتحكموا فيك أكثر؟ بالفعل يعني أحس يعني يقيدوك، يعني يقول لك لازم تعمل هاي، مثلا تنطي وجهة نظرك يقول لك لا
يعني هاي الاغنيه ما بتنفعك يمكن، بس انا بنظري مثلا اعرف شنو اللي راح تنفعني مثلا، بس هو يكون بس اوقات هن خبرتهم بهيدا المجال بالذات سيمور ممكن انه تنفع. ممكن، بس هو في مرات انطلاقه بالذات. واساسا بدي اقول لك بعد شغله، انه انت بتريح راسك. هلا طبعا حتعطي رايك ورح يكون في اخذ وعطاء، بس في مين يشيل الشغل عنك. صح، يعني ما بتحمل المسؤوليه انت 100%. اكيد اني راح يعني ارتب هالامور كلها، يعني ما راح اكون هلا مش عم نقنعك نحن يعني. لا، راح ارتب كل الامور، راح ارتب كل الامور اللي يعني بحيث انا ما اشغل بالي بيها، راح ارتب امور، راح اخصص ناس لهالمواضيع. وبالنسبه لشركات الانتاج يعني اهلا وسهلا فيهم. اهلا وسهلا فيهم. لا مو مضطر. طيب انا حابه اعرف منك سيمور، من بعد ما خرجت من البرنامج شو اللي تغير بحياتك؟ يعني من بعد هالانطلاقه اللي تعتبر كثير قويه طبعا بنظر الكل، شو اللي تغير بحياتك؟ الشيء الوحيد اللي تغير انه الناس عرفوا سيمور، يعني عرفوا صوت سيمور. دخلت الى كل بيت عربي تقريبا، يعني حتى الجاليات اللي بالخارج كلهم عرفوني. مزبوط. هذا الشيء الوحيد، انما شخصيتي يعني ظلت ايه شخصيا، يعني ممكن مثلا بتصير عندك شوفة حال اكثر، بصير الفنان ايه لا ضروري يمكن، يعني في منهم بيتبعوها استراتيجيه، يعني انه بيكونوا مثل مخفيين، بيرجعوا ببينوا، مش دائما موجودين ضمن الناس ضمن الجمهور. انت عندك هالاستراتيجيه؟ لا.